قام بعض الأشخاص بإثارة فتنة من خلال أخذ نص من كتاب تفسير القرآن الكريم وتأويله بطريقة خاطئة، وقالوا أن هذا التفسير يدعو إلى دعاء لغير الله، والله تعالى وجهنا إلى دعائه وحده. فمن العبارات التي نقدوها عبارة: إذا تحيرتم في الأمر فاستعينوا بأهل القبور. فما رأيكم بهذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال الذي تم طرحه يشير إلى مشكلة نعاني منها كثيرا، وهي أن هناك من يأخذ بعض النصوص من كتب العلماء ومن كتب الأئمة ثم يفسرها بطريقة خاطئة فهمها هو بشيء، وأما العلماء فيقصدون بها شيئا آخر. لكن دعني في البداية أقرر قضية هي من مسلمات الدين، وهو أن الله تعالى أرسل رسله وأنزل كتبه من أجل أن يعبد وحده، ومن أجل أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله وتقوم الملة على هذا. فجميع الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، جميع الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد، ولا يمكن لمن يعترف بلا إله إلا الله محمد رسول الله أن يعتقد مع الله تعالى شريكا، أو يعتقد له ندا، أو يعتقد أن هناك في هذا الكون من يستطيع أن يوجد أو أن يخلق أو أن ينفع أو أن يضر إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هكذا أمر الله حبيبه ونبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرر هذه الحقيقة. ونحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الخالق الرازق المحيي المميت المدبر هذه الخلائق أجمعين هو الله تعالى وحده، وأن ما يحدث أو ما يجري على يد طبيب من شفاء، أو على يد معتد من ألم، أو ما يحدث بسبب الطعام من شبع، أو بسبب الماء من ارتواء، نعتقد أن الفاعل في جميع ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أسباب لا تملك نفعا ولا ضرا. فإذا اعتقدنا هذه الحقيقة وثبتت ورسخت في نفوسنا وتعلقت قلوبنا بالله وحده باعتباره الخالق جل جلاله، فما عدا ذلك هي أسباب، والأسباب أمرنا الله جل جلاله أن نأخذ بالأسباب، ولهذا نحن نذهب إلى الطبيب. ذهابنا إلى الطبيب لا يعني أننا نعتقد أن الطبيب يشفي، لا يعني أن في إيماننا شيئا من الخلل، لا يعني أننا نعتقد أن الطبيب مشارك لله في إيجاد الشفاء وذهاب المرض، لا لا أبدا. إذن لماذا نذهب إلى الأطباء؟ نذهب إلى الأطباء باعتبارهم أسبابا، يمكن أن أذهب إلى السبب، ما المانع من أن تذهب إلى السبب؟ لكن وأنت تعتقد أنه سبب، اعمل بالسبب لكن مع اعتقاد أنه سبب. إذا اعتقدت أنه سبب فلا يحق لأحد أن يقول لك لا 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 يا إسماعيل، أنت تذهب إلى الطبيب لأنك تعتقد أن الشفاء بيده. كيف عرفت ذلك؟ ها أنا ذا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأصرح لك بلساني وأقول لك إنما أذهب إلى الطبيب باعتباره سببا لا باعتباره خالقا. فكيف يجوز لك أن تتهمني بعد ذلك؟ كيف يجوز لك أن تدخل إلى نيتي وتشق صدري وتحكم علي بما أنا بريء منه؟ هذا خلل كبير يعني نقع فيه في واقعنا الآن.
العبارة التي بلغني أن إخواننا هؤلاء غفر الله لهم، هؤلاء الذين ينتقدون، أنهم استشكلوها، هي عبارة أن في تفسير قول الله تعالى فالمدبرات أمرا. ما هي المدبرات؟ ورد في لفظ المدبرات هذه الكلمة القرآنية، إذا رجعنا إلى تفسيرها ورد هناك مجموعة من التفسيرات. من هذه التفسيرات أن المدبرات هي النفوس الفاضلة، إما نفوس الأحياء وإما نفوس الأموات. وهنا يأتي سؤال، ومن حق إخواننا هؤلاء الذين أثاروا هذه القضية أن يسألوا، لكن ليس من حقهم أن يتهموا الناس في نياتهم وأن يقذفوهم بالتهم. من حقهم أن يسألوا، أن يقولوا كيف نسب التدبير إلى هذه النفوس؟ كيف نقول بأن النفوس الفاضلة، إما نفوس الأولياء كيف يمكن لها أن تكون موصوفة بالتدبير، وأن يقول الله عز وجل عنها فالمدبرات أمرا؟ حينئذ إذا سألوا بكل احترام وبكل خوف من الله سبحانه وتعالى، فإننا نستطيع أن نقول لهم التدبير خلقا هو لله تعالى، وأما التدبير تسببا فإن الله تعالى يجعل ذلك على يد كثير من الأسباب. لماذا نحن لا نتحرج من تفسير قول الله عز وجل فالمدبرات أمرا أنها الملائكة؟ لماذا لا نتحرج؟ هل الملائكة آلهة مع الله؟ لا، هي مخلوق من مخلوقات الله. فإذا كان نسبة التدبير إلى الملائكة لا يضر التوحيد، والملائكة مخلوق، لماذا إذا نسب هذا التدبير إلى مخلوق آخر كان هذا ضارا بالتوحيد؟ بين قوسين ملك، أو إلى مخلوق بين قوسين ولي. لا الملك يملك ولا الولي يملك، المالك للتدبير هو الله. وهؤلاء أسباب، هؤلاء أسباب. ولهذا ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز التوسل بالأنبياء والصالحين. ما هو التوسل بالنبي؟ ما هو التوسل بالنبي؟ التوسل بالنبي أو التوسل بالولي أن تعتقد أن هذا الولي لمكانته عند الله، لأن الله عز وجل يحبه، لأنه قريب من الله تبارك وتعالى، فأنت تطلب من الله. فالطالب أنت، والمطلوب هو الله وليس الولي. نحن لا نطلب من الولي، الولي لا يملك شيئا. لماذا أنا أطلب منه؟ لكن أطلب منه أن يتسبب، أطلب منه أن يتسبب. لماذا؟ لأنه سبب. يمكن أن أطلب منه باعتباره سببا، لا باعتباره خالقا وموجدا ومؤثرا وفاعلا. الخالق والمؤثر والفاعل والموجد هو الله سبحانه وتعالى. لو ذهب ذاهب إلى الطبيب، كلنا نذهب إلى الأطباء، لكن زيد من الناس سألناه لماذا تذهب إلى الطبيب؟ قال بكل صراحة لأن الطبيب هو القادر والفاعل والمؤثر والموجد للشفاء. ماذا يكون هذا؟ هذا يكون شركا. إذن آلاف الناس يذهبون إلى الطبيب ليسوا مشركين، لكن زيد هذا حكمنا عليه بالشرك. لماذا؟ لأنه هو بنفسه صرح وأظهر لنا عقيدة مخالفة لعقيدتك وعقيدتي وعقيدة سائر المسلمين. أي مسلم عادي، أي مسلم لو لم يكن عالما، حتى لو لم يكن طالب علم، إذا سألته أنت لماذا تذهب إلى الطبيب؟ سيقول لك لأن هذا سبب من الأسباب. لكن زيد هذا اعتقد اعتقادا فاسدا. إذن هذا زيد هو الذي عنده المشكلة، ليس المسلمين عموما عندهم المشكلة. فإذا أنا وأنت وغيرنا من فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الذين قالوا بجواز التوسل، هؤلاء جميعا موحدون، ونحن نتبعهم، ونحن والحمد لله موحدون، لا نعتقد أن الفاعل إلا الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا نتوسل؟ نتوسل لأن هذا سبب. من الذي
يشفي الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي بإسناد صحيح عندما جاءه الأعمى وقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد إلي بصري، قال اصبر ولك الجنة أم أدعو لك؟ ليته صبر الصحابي، لكن طبيعة الإنسان أنه يحب أن يستمتع بالنعم الموجودة. قال لا يا رسول الله أنا أريد أن تدعو لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأحسن الوضوء ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بعبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأعرابي أن يقول في دعائه يا محمد، فيها يا النداء المنادى الدعاء، والنبي مدعو في هذه الحالة، لكن مدعو باعتباره ماذا؟ باعتباره سبب لا باعتباره رب. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى. طيب الإخوة الذين سيستمعون إلى الفيديو يفتحوا كتب السنة الشريفة، يفتحوا سنن الإمام الترمذي ويبحثوا بهذه العبارة إذا كان عندهم المكتبة أو عندهم، يبحثوا بهذه العبارة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي. أليس هذا دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا توسلا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الذي قال علماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، قالوا باستحبابه. وللإمام أحمد بن حنبل نص واضح ذكره ابن مفلح وذكره غيره أنه سئل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال يتوسل به. حسنا، هذه العبارة التي انتقدها إخواننا إذا تحيرتم في أمر فاستعينوا بأهل القبور، ما هو المعنى الذي فهمه إخواننا من هذه العبارة؟ لا أدري حقيقة، لكن إذا رجعنا إلى العلماء سنجد أن هذه العبارة فهمت بأكثر من فهم. من الأفهام التي فهمت بها هذه العبارة استعينوا بأهل، إذا تحيرتم في أمر فاستعينوا بأهل القبور، يعني إذا تحيرت في أمر من الأمور لا تدري هل تطمع في أمر الدنيا أم تتوقف، هل تنشغل بكذا وكذا من الأمور التي لا منفعة فيها أم تنصرف إلى ما فيه خير ومنفعة لك. هل هذه الأسئلة الكثيرة التي الإنسان يتردد فيها بين الزهد والطمع، بين الإقبال على الآخرة أو الإقبال على الدنيا، بين الرغبة في العلم أو الرغبة في المال، هذه الرغبات التي تدور في نفس الإنسان، ولم تجد نفسك قد ذهبت إلى الاختيار الصحيح، فيقول لك في هذه المقولة، هذا ليس حديثا، أولا هذا ليس حديثا، هذه إذا تحيرتم في أمر فاستعينوا بأهل القبور، هذا أولا ليس حديثا نبويا. لكن ما معنى هذه الكلمة التي قالها من قالها؟ يعني أنت إذا احترت بين العلم والمال، بين الطمع والزهد، بين الإقبال على الآخرة والإقبال على الدنيا، استعن بأهل القبور، اذهب إلى القبور وانظر ما الذي حصل لأهلها. هل أدخلوا معهم الأموال؟ هل أدخلوا معهم الجاه والسلطان؟ هل نفعهم اللهو والغرور في هذه الدنيا؟ لم ينفعهم. فأنت بزيارتك لأهل القبور تعلم أنه لن ينفعك إلا العمل الصالح، وإلا فعل الخير، وإلا الإحسان إلى الناس، وإلا الرحمة بعباد الله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك معينا لك على الخير، هاديا لك في ذلك الأمر الذي تحيرت فيه. إذا تحيرتم في أمر فاستعينوا به، هذا الأمر الذي أنت تحيرت فيه كانت زيارتك لأهل القبور مذكرا لك بما هو أنفع وأصلح. وتكاد أن تكون هذه العبارة التي كما اتفقنا أنها ليست حديثا، تكاد أن تكون يعني تفيد نفس المعنى الذي جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
تذكرك ما هو الذي ينفعك، العلم أم الطمع والدنيا؟ ما هو الذي ينفعك، الإقبال على الله أم الإقبال على الدنيا؟ إذن هذه العبارة هكذا فسرها كثير من العلماء، ممن فسرها بذلك الإمام ملا علي القاري رحمه الله، وهو إمام فقيه عالم كبير محدث. وعبارة أن المدبرات المقصود بها النفوس الفاضلة، هذه أيضا هذا قول ذكره الإمام ناصر الدين البيضاوي، الإمام الكبير الفقيه الأصولي المحدث الذي يثني عليه أئمة الدين قاطبة. مثل هذا الإمام هل قصد إمام من أئمة المسلمين الكبار، هل قصد الشرك؟ هل وقع في الشرك؟ أعوذ بالله، من يجرؤ على أن يقول مثل هذا الكلام؟ فإذا هذا هو المعنى الذي استشكله ولم يفهمه جيدا إخواننا هؤلاء الذين أثاروا هذه القضية. ولهذا عليهم أن يتريثوا، وعليهم أن يتأنوا، ولا يتعجلوا في إصدار الأحكام على الناس بمثل هذه الطريقة.